في أبحاث علمية معمولة في كل بيت مصري بتقول إن احنا المفروض لما يبقى عندنا حد تعبان في البيت واحنا عاملين له أكل عيانين أو أكل مسلوق أو شوربة خضار، المفروض إن احنا بنأزره وبناكل معاه يا جماعة. ما بنطبخش صنفين، هنطبخ صنفين ليه؟ يعني احنا أكيد عاملين له يا فراخ مسلوقة يا لحمة مسلوقة وشوربة خضار لسان عصفور، فالمفروض احنا ناكل معاه كلنا بقى. لا ازاي؟ طبعا لازم يطلع لك حد في البيت يجتهد ويقول لك لا. اهم حاجه كمل الفيديو معايا للاخر، اعملوا متابعه للقناه ودوسوا لايك، ربنا يكبر خاطرك ان شاء الله يلا هتعمل متابعه للقناه. طبعا طلع لي جوزي قال لي مش هاكل الاكل ده واحنا عيانين. طبعا يا ابني ما انا عامله حسابك، لا والله ما انا واكل. استغفر الله العظيم يا رب، هنعمل ايه بقى؟ اضطريت بقى ان انا كنت عامله شاورما في التلاجة، حتى يبان عليها ان هي مجمده لسه شويه، انا مطلعها بقى لها يجي ساعه بس هي ايه فكت بس مش قوي. طبعا اللي متابعني عارف ان انا بعين الشاورما بتاعتي متبله جاهزه، كل الخضار حتى الملح والفلفل والكمون وكل التوابل اللي انت بتحطيها عليها انا بعينها بيها تتجمد بيها. بتفرق جدا 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 في الطعم، على عكس اللي هي لسه بتبقي هتبقي ضايفه لها المنكهات بتاعتها او الخضار بتاعها. جربي دي وجربي دي، واللي بيفهم في الاكل كده هو اللي هيعرف الاختلاف. طبعا طلعتها بقى سريع كده. وكمان بتنفعك بقى لو انت جايه مستعجله من بره، لو جايلك ضيوف، لو مثلا بنتك جايبه صاحبتها معاها، لو انت مثلا حد جايلك زياده وانت مش عامله اكل الا بسيط، بتفرق بقى ان انت تقومي جايه مطلعاها في ثانيه كده عاملاها في معلقه سمنه او معلقه زيت، وتبقى طبق جنب الاكل، اللي عايز ياكل من ده واللي مش عايز ياكل من ده ياكل. احمد تقولي بقى تقطعي بصل وتقطعي خضار ولسه نقعد بقى نعيط في البصل وموال كده، لا. احنا بنجيب الحاجات دي اول الشهر ونعينها كلها جاهزه، بحيث ان احنا نبقى جاهزة على الاكل. طبعا يعني احنا خلاص خلصناها. طبعا انا بعمل، وانا طبعا المفروض ان احنا نقف جنب العيان ده وناكل معاه، بس يلا نعمل ايه، امرنا الى الله. انا عن نفسي كلت شوربة خضار وفراخ مسلوقة والله عادي، ما كنتش مستاء عادي. خلاص هي كانت دخلت في السوا بقى، بدأت انها تنزل ميتها بتاع الخضار وبتاع الفراخ وكله. فهتبدأ تاني بقى أول ما تشربها تبدأ تنشف، خلاص هي الفراخ أصلا ما بتاخدش سوا، بتستوي قبل البصل وقبل الفلفل وقبل كل الخضار بيكون استوت. طعمها والله العظيم وريحتها تحفة تحفة تحفة. هي بصلاية طماطماية قرن فلفل أخضر وحتة صغننة كده سبايسي، فصين توم ملح وفلفل وبابريكا وكمون ورقة لورا بس. وضيفيهم أحلى شمام، شوفوا بقى ده كفاية اللون والله، وكفاية الريحة وكفاية الطعم وكفاية الحلاوة. عايزة أقول لكم إن أنا قعدت كلت تاني، يعني بعد ما خلصت الأكل الأولاني قعدت كلت تاني. خلاص بقى خلاص جهزت، ومعاه العيش بقى والجرجير وشوية مخلل ويديله ادي بقى. يلا تعالوا اتغدوا معانا.